أهلا بكم في هذه النظرة المعمقة. اليوم بنركز على إرث أسطورة كروية مغربية حقيقية، أحمد فرس، أيقونة شباب المحمدية. للأسف ودعنا مؤخرا يوم الأربعاء 16 يوليو 2025. عمره كان 78 سنة بعد معاناة مع المرض. عندنا مصادر مختلفة بتتكلم عن مسيرته الكبيرة دي، وهدفنا النهاردة إننا نفهم ليه أحمد فرس مش بس لاعب عظيم، لأ، ده رمز وطني، رمز للوفاء كمان. خلينا نبدأ نفكك الموضوع ده. أول حاجة بتيجي في بال أي حد لما نتكلم عن أحمد فرس هي قصة وفائه لنادي مدينته شباب المحمدية. المصادر كلها بتقول إنه قضى مسيرته كلها هناك. ممكن تبان حاجة بسيطة، بس في الحقيقة ده قرار كبير قوي، خصوصا إنه كان فيه كلام عن عروض مغرية جدا، أبرزها تحيل من ريال مدريد الإسباني، ورغم كده اختار يفضل. تماما، النقطة دي مهمة جدا. الولاء المطلق ده لنادي واحد، وبالذات نادي المدينة اللي اتولد فيها، ده شيء شبه مستحيل نشوفه النهاردة في عالم الكرة. إنك ترفض عرض من نادي بحجم ريال مدريد في الفترة دي، ده مش بس ولاء، لا، ده ارتباط عميق جدا بالجذور، بالمكان، بالجمهور، أكبر بكتير من أي شهرة عالمية سريعة أو فلوس. صعب قوي يتكرر ده. ووجوده ما كانش مجرد رمزية، هو كان قائد حقيقي للنادي ده، وحقق معاه بطولات. السجلات بتقول إنه فاز بكأس العرش، الكأس الأهم في المغرب، مرتين، في 72 و 75. صحيح. وكمان خابوا بطولة الدوري المغربي سنة 1980. أيوة، وما ننساش كمان البعد الإقليمي، الكأس المغربية للأندية الفائزة بالكؤوس سنة 74. البطولات دي كلها مع بعض مش مجرد كؤوس في دولاب النادي وخلاص، لا، دي رسخت مكانة شباب المحمدية كقوة كروية في المنطقة، وهو كان المحرك الأساسي لكل ده. وحتى كهداف كان ليه بصمته، فاز بلقب هداف الدوري المغربي اللي هي جايزة الحذاء الذهبي المحلي مرتين. مظبوط، في 69 و 73 بالظبط، سجل 16 هدف في كل موسم منهم، رقم مميز جدا وقتها. بس يمكن الإنجاز الفردي الأهم اللي نقل فرس لمستوى تاني خالص كان سنة 1975. كل المصادر بتأكد إنه دخل التاريخ كأول لاعب مغربي، أو لاعب مغربي خالص، يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، أحسن لاعب في إفريقيا. دي فعلا كانت لحظة تاريخية. الحصول على الكرة الذهبية الإفريقية في الوقت ده ما كانش مجرد تكريم شخصي وخلاص، لا، ده كان إعلان قوي إن كرة القدم المغربية موجودة وبقوة على خريطة القارة، وإن المواهب المغربية قادرة تنافس وتتفوق، وهو كان حامل اللواء ده. إنجاز ضخم بصراحة. والتألق ده مش بس مع النادي أو الجوائز الفردية، لا، امتد كمان للمنتخب الوطني المغربي، أسود الأطلس. كان ضمن الجيل التاريخي اللي شارك في كأس العالم 70 في المكسيك، ودي لوحدها كانت إنجاز كبير وقتها. طبعا المشاركة في المونديال دي كانت حدث تاريخي، ولو ربطنا ده بالصورة الأكبر فمساهماته مع المنتخب جات في فترة تعتبر ذهبية للكرة المغربية. غير المونديال، دوره كان محوري وأساسي في تحقيق الإنجاز الأكبر في تاريخ المغرب الكروي كله، الفوز بكأس إفريقيا، اللقب الوحيد للمغرب لحد دلوقتي. بالظبط، سنة 76 في إثيوبيا. كان هو من أعمدة الفريق البطل ده. ولو حبينا ندعم الكلام ده بأرقام، فسجله التهديفي مع المنتخب يلفت النظر. السجلات بتقول إنه أول مغربي يسجل هاتريك، 3 أهداف في ماتش واحد في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. ده كان في نسخة 72. معلومة مهمة دي. والأهم بقى، مجموع أهدافه مع المنتخب الوطني وصل ل 42 هدف. ده رقم كبير قوي. 42 هدف دولي، ده رقم بيأكد مكانته كهداف تاريخي موثوق فيه لأسود الأطلس. ده معناه إنه كان بيقدم ثقل هجومي كبير للمنتخب، وبيعرف يحسم في الماتشات المهمة والبطولات الكبيرة. الأداء الثابت ده على المستوى الدولي هو اللي بيصنع الأساطير الوطنية فعلا. يبقى لما نجمع كل الخيوط دي، الصورة اللي بتتكون إيه؟ أحمد فرس ما كانش مجرد لاعب موهوب وخلاص. المصادر اللي بنبص عليها بترسم صورة لشخصية كروية متكاملة، فيها الولاء اللي مش بيتغير ده للجذور، وفيها المهارة اللي جابت بطولات، وفيها الفخر الوطني اللي شفناه في المحافل القارية والعالمية. رحيله فعلا يعتبر نهاية حقبة. بالظبط، إرثه غني جدا ومتشعب. هو أول واحد فتح باب الكرة الذهبية الإفريقية للمغربة، هو بطل إفريقيا مع المنتخب، شارك في كأس العالم، وفوق كل ده هو رمز للوفاء النادر ده لنادي واحد في زمن الانتقالات بقت هي الأساس. هو حط معيار عالي قوي للي بعده، مش بس في المهارة، لا، في الانتماء والارتباط. وده بيودينا لسؤال أخير كده نفكر فيه.
في عالم الكرة بتاع النهاردة اللي بنشوف فيه عقود ضخمة وانتقالات مستمرة بين الأندية والدوريات، والكل بيدور على الأفضل ماديا أو رياضيا، يا ترى إيه القيمة الحقيقية اللي بنديها النهاردة لنوع الولاء ده، الولاء العميق الصادق اللي جسده أحمد فرس طول مسيرته مع شباب المحمدية؟ سؤال فعلا يستحق نتأمل